أنا عارفة إن كل فيديوهاتي تحفيزية، كلها كلام إيجابي وكلام حلو، بس النهاردة مش كل كلامي هيبقى إيجابي. لعبة روبلوكس، أول ما هتسمع الاسم ده هتفتكر إن دي لعبة حاجة عادية. من كام سنة كده وأنا ما عنديش وعي قوي بموضوع الألعاب الإلكترونية ده ولا حتى إيه الأثر النفسي بتاعها على الألعاب، كانت صاحبتي بتحكي لي وبتشتكي لي إن ابنها على طول ساكت وما بيكونش صداقات، لا وكمان بيترعب جدا لما بيروح في مكان زحمة فيه ناس، وإنه مش بيعرف يتعامل قوي المشاكل، عنده شوية عنف بسيط، عنده ردود فعل مش مقبولة أو مش مناسبة للوضع اللي هو فيه. بصراحة أنا افتكرت إن الولد عنده مشكلة نفسية، عنده حاجة إحنا محتاجين نشتغل عليه. بس الغريب هنا إن لما اتعمقت في الموضوع لقيت إن الولد ما عندوش مشكلة خالص غير إنه بيقعد 6 ساعات على لعبة روبلوكس. أنا عايزة أقولك إن الولد ده ما كانش بياكل ولا بيشرب، كانش بيقضي وقت مع أهله، وكانت لما مامته تكلمه في موضوع بسيط قد كده كان بيقعد يزعق ويهرب لأوضته. أنا هشرح لكم الأبعاد النفسية اللي بتحصل من لعبة روبلوكس، طبقوها بقى كل الألعاب اللي بتحصل مع أولادكم واعرفوا إيه الحاجات النفسية اللي بيقعوا فيها في وسط الألعاب دي. بس يعني يمكن أكترهم انتشار هي لعبة روبلوكس. بس في الأول اعملي لايك اشتراك، ولو ما تعرفنيش أنا كوتش مديح، بقدم لك فيديوهات شوية نصايح تساعدك في الحياة، تخليك أكتر من أنت نفسك تكون. في الأول خالص أنا هشرح لك التحليل النفسي للموضوع. الولد أول ما بيلعب اللعبة دي بيبني كل حاجة في اللعبة، فبيحس إن هو عنده حاجة بيصنعها في الحياة، يحس إن هو بيقدم حاجة ناجحة جدا، بيعمل حياة لنفسه. اللعبة دي السيكولوجية بتاعتها اللي اشتغلوا عليها إن هم يحسسوا الطفل إن هو بيعمل كل حاجة حقيقية، بيبني لنفسه عالم خيالي، فيبدأ الطفل هنا يحس إن هو بيعمل حاجة بإيده، وإنه مقبول جوه مجتمع هو اللي بنيه بنفسه، وإن هو كمان يقدر يعمل كل حاجة في الحياة، يمكن أكتر من بابا وماما، يمكن أكتر من الناس الكبار حواليه. فيبدأ يحس بنوع من أنواع الثقة بالنفس، إن أنا أقدر أعمل كل حاجة. طبعا أنت أول ما تسمع كده هتقولي طب ما والله كفر، دول جامدين جدا، بس ماذا لو كان الإدمان اللي هم عملوه الأطفال ده إدمان مرعب، مش بناء للثقة بالنفس فعلا. بس الأول بقى عشان أبدأ أسحب ابني من القصة دي لازم نفهمه إن دي مضيعة للوقت. أنت بتبني عالم فعلا، أنت منتج بجد، بس منتج في عالم كله خيال. طب ماذا لو أنا وأنت بنينا عالم بس بجد واقعي، بجد حاجة هتلاقيها في الحياة، بجد ده هينمي مهاراته. هي الألعاب بتساعد الأطفال على إنهم ينموا مهاراتهم العقلية، بس ده بيخليهم يحطوا نفسهم في واقع مش بتاعهم، مش الواقع العملي بتاعهم. عشان تبدأ تسحب ابنك من ده لازم تفهمه إن أنت لازم تعمل الحاجات بإيديك. طب تعالى نعمل ألعاب بس بإيدينا، تعالى مثلا زي الميكانو. فاكر الميكانو بتاعت زمان كانت لطيفة ازاي؟ بجد بتنمي مهاراتهم وتخليهم يبنوا من جديد. علم ابنك التصميم والبرمجة، مادام هو قاعد ليل ونهار على الألعاب الإلكترونية ما تفهمه إن أنا طب إيه رأيك لو تقدر تعمل الألعاب الإلكترونية دي بإيدك، بس تعملها بهدف إن هي تنمي مهارات الأطفال اللي زيك. إيه رأيك إنك تتعلم حاجة جديدة؟ هنا بقى هتبدأ تاخد خطوة بإنك تفهم ابنك قد إيه ده عالم خيالي، وإن أنا ممكن أعمل حاجات في الواقع ألونك بكتير. ومادام أنت تقدر تعمل ده فإحنا هنبني أكتر وإحنا مع بعض. فلما تشارك ابنك بالطريقة دي هيبدأ يجيلك، مش هيروح الحتة التانية. الحاجة بقى اللي انت مش هتتخيلها خالص إن الأطفال جوه اللعبة دي بيتعرضوا للتنمر. فطبعا انت دلوقتي مذهول، لا وكمان التحرش، وأكيد انت سمعت حاجات كتير عن الموضوع ده. بس اللي انت مش فاهمه إن الأطفال بيقعدوا يعايروا بعض جوه اللعبة إنه مش معاه سكن معين، فيبدأ العيب من دول يحصل لي نوع من أنواع الإحباط. أنا مش معايا سكن اللي هي حاجة أصلاً ملهاش أي 30 لازمة. لو قعدت بقى مع ولادك وفهمتهم الجانب السوداوي للعبة هيفهموا إن حتى السكنات دي ملهاش لازمة. لا كمان ده الطفل كمان بيحس إن في حاجة فايتاه في المجتمع، بيحس بضغط اجتماعي لأن هو بيدخل مع ناس في مبات ملوش علاقة بيهم، يبدأ يتكلم معاهم في الشات فيحس إن هو أقل منهم لمجرد إن هم وصلوا لليفلات أعلى في اللعبة. فيبدأ يحس الطفل بحاجة اسمها الفومو، إنه في حاجة فايتاه، في حاجة هو مش عارف يعملها، فبيحس بالعجز والكسل جوه اللعبة. المشكلة بقى إنه اللعبة دي كمان ملهاش رولز معينة، أي حد ممكن يخش جوه اللعبة يعمل محتوى، فده بيخلي احتمالية وجود محتوى غير لائق وغير آدمي وغير لائق نفسيا كتير.
يعني انت ممكن تلاقي في اللعبة دي حاجات كتير مش مناسبة لمعايير الجودة اللي احنا نفسنا فيها. يعني ممكن يبقوا العيال بيتعرضوا لتنمر وتحرش وكلام غير لائق وحاجات هم مش فاهمينها. لازم تفهموا ان الموضوع مش زي زمان كنا بنخاف على ولادنا ينزلوا الشارع لحسن يتعلموا حاجات واحنا مش عارفينها ولا مدركينها، واننا نكون نايمين على ودنا واحنا في البيت. تخيل بقى ان انت النهارده وانت قاعد في البيت عيالك ممكن يتعلموا حاجات انت مش مدركتها، وان الشارع احسن لكم. تخيل بقى. اول حاجه تصاحبوا ولادكم، عشان تبعدوهم عن كل ده لازم تصاحبوهم وتفهموهم قد ايه انتوا بتحبوهم وتثقوا فيهم، وان هم لازم يحكي لكم كل حاجه بتحصل حواليهم حتى لو كانت صغيره. لازم تفهموهم ان هم لازم يحكوا لكم كل حاجه، واي حاجه تضايقهم لازم يجوا يحكوها لك، ولأي حاجة حتى ضغطت على مشاعرهم لازم يتكلموا معاك فيها، واتكلم معاهم كتير عن اللعبة وفهمهم إن أنت فاهم كل حاجة جوه اللعبة عشان يبدأوا يشاركوك كل الحاجات اللي بتضايقهم جوه اللعبة. أهم نقطة لازم تاخدوا بالكم منها، انتوا ما تتكلموش مع ناس ما نعرفهمش. ده اللي لازم تقولوه لأولادكم، إن هما ما يتكلموش مع أي حد ما يعرفوش، صغير كبير ما نتكلمش معاه، ما دام ما نعرفوش ما نكلموش. امنعوا يا جماعة الشات اللي جوه اللعبة، وامنعوا كمان الفويسات، وإن هما يتكلموا مع حد ما يعرفوش.